السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض تورته دورين من الكريمه والاشكال، بس عجين السكر مع استخدام التوبر، وهقولك ازاي تركبي تورت الادوار بطريقه سهله جدا وبسيطه للمبتدئين. حتى لو انت اول مره تعملي تورت ادوار هتقدري تعمليها بكل سهوله. تابعوا الفيديو عشان فيه معلومات مهمه ان شاء الله تستفادوا منها، واتمنى لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش باسم مطبخ بسمه جمال. وتعالوا بينا نشوف التورته دي هنعملها ازاي مع بعض، وفي نهايه الفيديو ان شاء الله هقول لكم تسعير التورته دي هتطلع بكام وتكفي كام فرد. يلا نبدا الفيديو على طول. في البدايه كده هبتدي ان انا اجهز سبونج الفانيليا، بجيب الميزان وببتدي ان انا اصفره، بحط الحله كده وادوس على الزرار وابتدي ان انا اصفره واوزن. عندي 300 جرام من سبونج الفانيليا، انا هنا مستخدمه سبونج دريم. انا بالنسبه لي دريم وبيكلاند انضف واحلى سبونج، بيكون طري جدا وهش. دول افضل نوعين انا بستخدمهم. هوزن عندي 300 جرام من السبونج، وهبتدي احط عليهم ربع كوبايه وزياده معلقه واحده من الميه، وكمان هحط عليهم 3 بيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، والبيض طبعا بيكون عليه الفانيليا. وبضيف عليهم نص معلقه صغيره من محسن الجل، انا هنا مستخدمه محسن جل المتحده، بتحفظيه زي ما هو كده في الفريزر وبتاخدي على قد استخدامك. الفرن بتاعي شغال على درجه حراره 180 من قبل ما ببدا في الاسبونج ب10 دقايق. هبتدي اضرب الاسبونج عندي على سرعه عاليه مده مش هتقل عن 7 دقايق. لو بالمضرب الكهربائي اللي هو العادي بتضربيهم لمده 10 دقايق على سرعه عاليه جدا. اول ما نلاحظ ان كميه الاسبونج زادت معانا والخليط لونه يفتح يبقى كده تمام. كده خليط الاسبونج بقى جاهز عندي. بصوا قوامه بيكون كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. هبتدي بعد كده ان انا اجهز صينيه عندي مقاس 16، بفرش فيها كده ورقه زبده وببتدي ان انا ادهنها من الجناب علشان تقلب معايا الاسبونج على طول، ما يلزقش عندي في الجوانب بتاعه الصينيه. الكميه بتاعه الاسبونج دي بتكفي معايا صينيه مقاس 16. بتتقطع معانا من 4 ل5 طبقات زي ما انت عايزه الطبقه بتاعتك. بصوا زي ما انتوا شايفين يعتبر ربع الصينيه عندي فاضي. دخلتها الفرن وهبتدي ان انا اجهز اسبونج الشوكولاته. انا هنا هستخدم 600 جرام من اسبونج الشوكولاته، وهحط عليهم نص كوبايه وزياده معلقتين من الميه، واحط عليهم 6 بيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، وكمان هحط عليهم فانيليا سايله. الاسبونج الجاهز بتحطي المكونات كلها على بعضها، مفيش حاجه قبل حاجه. على الكميه دي هحط معلقه صغيره من محسن الجل بس تكون مليانه. الكمية دي انا هسويها على مرتين لان انا عايزة الاسبونج بتاعي يستوي بسرعة. والكمية اللي هي 600 جرام هتكون كبيرة على مقاس الصينية. الصينية دي مقاس 22، فانا ابتديت اخد زيادة عن نص الكمية بحاجة بسيطة. الكمية دي هتطلع معايا 3 طبقات من الاسبونج، والكمية التانية هتطلع معايا طبقتين. الكمية اللي بتكون باقية معايا بطلعها اضربها لمدة دقيقتين وبعد كده بدخلها الفرن. هنا الاسبونج الفانيليا كان استوى زي ما انتوا شايفين. ببتدي ان انا اسيبه في الصينية زي ما هو، ما بشيلهوش خالص، لان الطريقة دي بتخلي الاسبونج يكون طري معاكي وما ينشفش. بسيبه زي ما هو بغطيه بفوطة. هنا بقى كان تاني يوم بعد ما بيت الاسبونج بتاعي كله في التلاجة يوم كامل، او اقل حاجة 4 أو 5 ساعات بالكتير علشان ما يتفتفتش معاكي وانتي بتقطعيه. هنا علشان تقطعي الاسبونج بتاعك كويس لازم يكون عندك المنشار ده متوفر في كل محلات مستلزمات الحلواني، وسعره تقريبا 100 جنيه كنت جايباه. بظبط المنشار على رقم 7 او ممكن يعني ما بين ال6 وال7، يعني وسط علشان تكون الطبقة معاكي كويس. بس انا هنا ظبطته على ال7. لو حابة ان انتي الاسبونج بتاعك يكون ارتفاعه اقل من كده ممكن تعمليه على ما بين ال7 وال6. ابتديت ان انا اقشر الظهر بتاع التورته والوش لان ده بيكون فيه زفرة البيض. ببتدي بالمنشار كده بسيط اشيل الطبقة الخفيفة دي، وبعد كده بقسم الكيك زي ما انتوا شايفين. لو انتي بقى لسه مبتدئة لازم يكون عندك المنشار ده، لان في الاول مش هتعرفي تظبطي بالمنشار اللي هو السكينة العادية، مش هتظبط معاكي. لازم يكون عندك المنشار ده علشان يقطع معاكي طبقات الكيك تكون متساوية.
قسمت الاسبونج بتاعي على 4 طبقات، وزي ما قلتلكوا على رقم 7. لو ممكن كمان تتقطع معاكي ل5 طبقات لو حباها تكون رقيقة عن كده. هقسم اسبونج الشوكولاتة اللي دخلتهم طبعا في الاول هيعملوا معايا 3 طبقات، والكمية التانية هتعمل معايا طبقتين. عايزة اقول لكم كمان لما الاسبونج بيكون كميته اقل في الصينية بيطلع هش وطري عن ما بتحطي الكمية كلها. يعني انا بالنسبة لي بفضل ان انا اعمل الكمية على مرتين، بحيث ان الاسبونج بيكون طري اكتر وما بيطولش خالص في الفرن. بقشر الجزء اللي تحت ده. عايزة اقول لكم بنشيل حاجة بسيطة جدا مش كتير، يعني طبقة اللي هي الناشفة دي. وقسمت هنا برضو على رقم 7. بصوا الاسبونج طري وهش جدا جدا. وكمان هوريكم وانا بقطع اللي هي الطبقة التانية من نفس الاسبونج، عشان اوريكم ان انتي لو ما عندكيش يعني صينية تقدري ان انتي تخبزي، يعني تستني ما في الفرن يستوي وبعد كده تخبزي الكمية التانية. ما بيحصلش فيها اي حاجة وبتطلعيها بنفس النتيجة بتاعة الاسبونج الاولاني. هنا قطعت 3، والكمية التانية دي هقطع منها الطبقتين. بقى عندي كده 5 طبقات من اسبونج الشوكولاتة. لازم الكيك بتاعك يكون بايت في التلاجة، او لو مثلا الاوردر جالك قبلها بفترة بتعملي كمية الاسبونج كلها بتاعة الاوردرات الاسبوع بتاعك، وبتحفظيها كويس جدا. بعد ما بتبرد في قلب الصينية بتشيليها في الفريزر، تقعد معاكي فترة ما بيحصلش فيها اي حاجة، وبتطلعيها كأنك لسه عاملاها. يعني انا لما بيكون عندي كذا اوردر في الاسبوع بخبز كمية الاسبونج كلها بتاعة الاسبوع في يوم واحد. بتغلفيه كويس جدا علشان ما ينشفش في الفريزر، وبتطلعيه قبل حشو التورته ب3 ساعات او ساعتين حسب درجه الحراره اللي انت فيها. يعني في الصيف هي بس ساعه او ساعتين بتطلعي، بالنسبه للشتاء بتطلعيها بقى قبلها من 4 ل5 ساعات. الاسبونج هنا مقاس 16 الفانيليا، والشوكولاته مقاس 22. لو هتعملي اشكال حوالين التورته بتكبري المقاس اللي تحت شويه بيكون 24. هبتدي احشي تورته الفانيليا في قلب الصينيه اللي خبزتي فيها، هي اللي هتبتدي تحشي فيها التورته. بس اهم حاجه بتحطي كيس بلاستيك كده علشان تسهل عليكي ان انت تقلبيها بسهوله. هبتدي اسقي الكيك بتاعي بالخليط اللي هو اللبن، مضاف عليه معلقه من الجناش، او ممكن تضيفي عليه معلقه من السكر. ممكن تسقي الكيك بتاعك بشربات خفيف، لكل كوبايه من الميه ربع كوبايه من السكر. يغلي كويس جدا، وبتبتدي ان انت تحشي بيهم التورته بتاعتك. مش دايما طبعا بنسقي الكيك بتاعنا، لان في اوقات الاسبونج بيكون طري جدا مش مستحمل ان هو يتسقي، يعني انت بتحسيها كده وانت بتعملي. لو لقيتي الكيك بتاعك طري قوي ومش مستحمل بتبتدي ان انت يعني يفضل ما تسقهوش او تسقيه حاجه بسيطه. لو الكيك بتاعك حاساه يعني خد سوا شويه فناشف، لا بتسقي الكيك بتاعك كويس. الحشو بتاعي هنا كان فريش كريم، يعني كريمه لباني. الحشو هنا بتاعي كانت كريمة لباني مضاف ليها بسيط من كريم شانتيه وجناش شوكولاتة. هسيب لكم لينك الكريمة في صندوق الوصف علشان خاطر اللي حابب يرجع ليها. الكريمة لازم تكون متماسكة مش خفيفة خالص، علشان لو خفيفة هتزحلق معاكي طبقات الاسبونج وهتخليها تميل وتبتدي ان هي تريح منك. بعد الحشو بسيب التورته بتاعتي 4 ساعات في التلاجة علشان تكون تماسكت كويس. مش هينفع خالص بعد ما نحشي التورته بتاعتنا نبتدي ان احنا نجلسها، لازم بتسيبيها من 4 ل5 ساعات، ولو سبتيها يوم كامل بيكون افضل طبعا. بعد كده هبتدي احشي تورته الشوكولاته. الخليط اللي انا بسقي بيه الكيك ده شويه من الميه، بتضيفي عليهم معلقتين كبار من جناش الشوكولاته. كريمه الشوكولاته بحط كوبايه من موس الشوكولاته عليها نص كوبايه من كريم شانتيه البودر، وبضيف عليها نص الكميه لبن ونص الكميه ميه، وببتدي ان انا اضربهم كويس جدا لحد ما الخليط بتاعك يبتدي ان هو الكميه تزيد. بعد كده بنزل عليهم بنص كوبايه من جناش الشوكولاته، او تقدري ان انت تستبدليهم بالنوتيلا. بس لازم النوتيلا بتاعتك تكون سايحه مش مجمده علشان تتضرب معاكي كويس في الكريمه. الكلاينت هنا كانت طالبه التورته تكون معموله من موس الشوكولاته والنوتيلا. النوتيلا بتاعتك لازم تكوني مخففاها بالزيت، علشان لو حطيتيها زي ما هي كده من البرطمان هتكلكع معاكي، وهتيجي تمسك لما تخش الفريزر وتبقى معاكي زي كتلة كده. لازم بتخففيها بالزيت. خلصت حشو التورته وعلى التلاجة على طول.
مقدار الكريمة هنا للتجليس استخدمت نص كيلو من الكريم شانتيه البودر، انا مستخدمة ريتشي، وحطيت عليهم ربع لتر من المية وكوباية الا ربع من السكر يكون ناعم مش بودر، يكون حبيبات بس مش بتاع التومين الغامق، يكون سكر لونه فاتح وناعم. اول حاجة بنضرب السكر في المية كويس لحد ما يدوب معانا 70%، وبعد كده بحط الكريمة. المية بتاعتك اللي انتي هتضربي بيها الكريمة لازم تكون ساقعة متلجة، الكريمة اللي انا بتكلم عليها دي في الصيف مش الشتاء. مقدار الكريمة في الصيف غير الشتاء خالص، مقدار الكريمة في الصيف عشان الحر وتستحمل معاكي بتقللي السوائل بتاعتك. بتضربي الكريمة كويس، ولو لقيتيها معاكي تقيلة قوي بتضيفي ربع كوباية من المية. هنا انا حطيت معلقة من عسل الجلوكوز، وابتديت ان انا اثبت فيه القاعدة اللي هي مقاس 22، وقلبت التورتة كده على البورد على طول، وهبتدي ان انا الم بقى كل الكريمة اللي بتكون طالعة معايا اللي بالشوكولاتة دي. هعمل عندي كرامب كود، يعني اول طبقة من الكريمة دي بنلم بيها فتافيت الكيك، ودي مهمة جدا علشان الشغل بتاعك يكون نظيف كده وحلو ومنسق وما يكونش فيه اي دفوع. الكريمة الاولانية اللي انا بجلس بيها دي انا مش عايزاها تكون خفيفة زي اللي هجلس بيها التورتة من بره، يعني بتكون ماسكة شوية زي ما انتوا شايفين، انا بفردها بالسكرابر كده وبتلزق معايا في السبونج، وتقيلة مش خفيفة، بس ما تكونش تقيله لدرجه ان انا ما اعرفش افردها على الاسبونج وتقطع معايا الاسبونج وانا بفردها، يعني انا عايزاها تكون تقيله بس مش تقيله قوي. هثبت بعد كده عندي الدعامات، انت تقدري تستخدمي الدعامات اللي هي البلاستيك دي بس بتكون متينه مش خفيفه زي الشاليمو، وتقدري ان انت تستخدمي عصيان الشيش طاووق اللي موجود عندك، تقدري تستخدميه، الاتنين نتيجتهم واحده، اللي موجود عندك تقدري ان انت تستخدميه. انا بعمل ايه هنا؟ ببتدي ان انا هدخل عندي الدويل، بس لازم قبل ما ادخل عندي الدويل نكون قايسين مقاس التورته اللي هتتحط عندي من فوق، بحيث ان هي ما تبقاش الدويل ده لجوه قوي او لبره فيخلي التورته تهبط معايا، لازم نكون قايسينه الدايره بتاعتنا على مقاس التورته اللي فوق. هبتدي عندي ان انا اوزع عندي الدويل، يعني التورته دي مقاس 22 هنحتاج ليها 5 بس من العمود ده. ببتدي ان انا احطه واعمل تحديد كده، يعني بلفه كده حوالين الكريمة علشان ادي تأثير كده على الدويل ده، وابتدي ان انا اقصه كده زي ما انتوا شايفين. الدويل اللي انا بحطه ده يكون لامس وش الكريمة، بحيث لما اجي احط الكريمة كده زي ما انتوا شايفين ما تكونش العمود ده طالع معايا او مايل، لو اي واحدة فيهم مايلة او طالعة لفوق او نازلة لتحت مش هتظبط معاكم خالص، علشان لما نيجي نحط الدور التاني يكون مظبوط ما يبقاش مايل معاكي. بعد الخطوة دي يا بنات لازم التورتة بتاعتك تدخل تاني التلاجة، في كل خطوة لازم تاخد راحتها كده وتاخد وقتها علشان تكون الشغل بتاعك حلو، لازم تدي التورتة كده حقها في كل حاجة. هبتدي اعمل الدعامة بقى اللي هي هتكون في النص دي، اللي هقدر اشيل بيها التورتة اللي فوق، واقدر ان انا احطها بكل سهولة لو مبتدئة او حتى مش مبتدئة، الطريقة دي سهلة جدا ومريحة. العمود ده بيكون تخين كده مش زي الدعامات اللي انا بحطها في الدور اللي تحت، بيكون ده اتخن شوية. ببتدي ان انا اسخنه، اسخن الطرف بتاعه على عين البوتاجاز، وابتدي ان انا اثبته كده على الرخامة علشان ياخد معايا زي قاعدة كده، بحيث لما اجي اركبه كده وافضل اشد القاعدة بيكون ثابت معايا. الفتحة اللي انا عاملاها في القاعدة اللي فوق دي لازم تكون نفس مقاس الدويل، ما ينفعش تكون اكبر من كده، علشان لما نيجي نشيل بقى نشيل الدور ده يعني ما تفكش معانا من القاعدة. الدعامات دي متوفرة عند صدقي، وسعرها فيه منه ب50 وفيه ب60، يعني مش عارفة بقى ماركات ولا ايه. بيكون فيها الباكت، بيكون فيه أربعة أو 5 تقريبا. لازم لو بتشتغلي يكون عندك الدعامات دي حلوة قوي. في نص التورته كده دخلت العمود ده، وهبتدي كده ان انا اشيل الكيس البلاستيك ده، وهبتدي بعد على طول ان انا اشد الدويل. ببتدي بقى ان انا اوزع الكريمه، بمسك العمود ده وانا بوزع الكريمه لحد ما تثبت بس معايا في القاعده. بنحط معلقه كده من الكريمه ما بين القاعده اللي فوق والقاعده التانية علشان ما تتزحلقش وتظبط معايا وانا بجلسها. بلم بقى فتافيت الكيك بالسكرابر كده، وبعد كده بالسباتلا بشيل كل الكريمه الزياده. الكريمه اللي بنشيلها دي ما ينفعش خالص ان احنا نحطها على الكريمه اللي بنجلس بيها علشان بيكون فيها فتافيت الكيك وهتبوظ معانا الشكل الخارجي.
خلصت كده الخطوة دي على التلاجة زي ما انتوا عارفين. بعد كده عندي الكريمة هبتدي ان انا الونها. هستخدم عندي الوان جل. الوان جل دي مخصصة لتلوين الكريمة. انا هنا مستخدمة الوان ماجيك او دياموند، الاتنين كويسين. خدت جزء من الكريمة عشان دي اللي انا هلونها بالتركواز، واللون التاني هلونه بالدرجة من درجات الفوشيا بس تكون فاتحة شوية. بضرب الكريمة بتاعتي كويس علشان تهيش بقى لانها كانت في التلاجة. وبعد كده هبتدي ان انا احط الالوان. هستخدم اللون الايفوري، وهستخدم اللون البينك، وهحط كمان نقطة من الفوشيا. انا هنا نزلت البينك بالتدريج، وهنزل بنقطتين بس من اللون الايفوري علشان يكسر معايا اللون شوية. الايفوري ده اللي هو بيكون اللون البيج. وبعد كده هبتدي انزل باللون الفوشيا. انا هنا حابة الالوان انزل بيها بالتدريج علشان اوصل للدرجة اللي انا عايزاها، ما تكونش اغمق. عقبال بقى ما الكريمه تتضرب، انا عايزه اوريكم بقى اختراع جبته برضو من عند صدقي، كنت جايباه في رمضان. السكرابر اللي هو الاكريليك، بس اللي هو مرن، هو اسمه سكرابر مرن. بيكون طري. بيكون فيه كذا شكل، هو تقريبا 6 قطع، بس في قطعه تانية انا مش عارفه راحت فين. بصوا بقى الاشكال بتاعته روعه 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 في الاستخدام. تجليس ناعم. اشكال اللي هي الترند بقى، الاشكال اللي هي المشرشره، الاشكال اللي هي الصغيره، اشكال كتيره واستخدام مفيش اجمل منه. يعني انا ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هستخدمه معاكم علشان تشوفوه، وخدوا بقى منه سكرين شوت عشان كمان تسالوا عليه. كان سعره حلو جدا. المجموعه كانت 65 او 75، كنت جايباها في رمضان. الكريمه بتاعتي انا ضربتها وحطيتها في الكيس الحلواني. بس الكريمه بعد ما بتضربيها لازم تديها ضربتين تاني بالسباتول عشان تكون ناعمه، لان طبعا العجان بيخليها فيها هوا كتير، فلازم بعد الضرب تضربيها كده بالسباتولا مرتين. على طول بحطها في الكيس الحلواني وبجلس، ما بستنيش. يعني لو في حد لسه مبتدئ لازم يكون عندك القاعدة الدوارة دي وملهاش بديل، بس في منها فئات في الأسعار. يعني في البلاستيك، في الستانلس. ممكن تبدأي الأول بالبلاستيك، وبعد كده بتجيبي بقى الستانلس دي. هي سعرها بيكون أغلى شوية بس بتكون متينة والدوران بتاعها بيكون حلو معاكي. أنا شرحت في فيديو قبل كده عن الأدوات، هسيب لكم اللينك بتاعه برضو تحت في صندوق الوصف. وزعت الكريمه بالكيس الحلواني وبالسباتولا كده. هبتدي ان انا اساوي من فوق وبعد كده الجوانب، وعلى طول هستخدم السكرابر. الخطوه دي لازم تكون ايديكي سريعه شويه علشان الكريمه ما تفصلش منك وتعمل معاكي زي فراغات، وهتضطري طبعا تشيلي الكريمه كلها. فيعني ده هيجي معاكي مع الاستمرار والشغل الكتير. اي فراغ بقى ما فيهوش كريمه كده وانا شغاله ببتدي ان انا احط فيه السكرابر. اللي انتي بتشتغلي بيه لازم يكون نظيف، لازم يكون نظيف في كل مرة. بتنضفيه ازاي؟ بفوطة تكون نظيفة مخصصة معاكي للحاجات اللي زي كده. بس الاول بتغسليه بمية سخنة، بس بمية سخنة دي بيكون افضل طبعا في الشتاء، انما في الصيف هي الكريمة اصلا بتكون مش مستحملة من الحر. ففي الصيف بتمسحيها عادي بفوطة تكون نظيفة، وفي الشتاء بتبلي السكرابر بمية سخنة وتنشفي بالفوطة، وبعد كده ترجعي تسحبي كده الكريمة وتنعميها. هنا استخدمت السكرابر اللي انتوا شايفينه ده، وببتدي اسحب على مرتين بتكون ظبطت وزي الفل كده. بعد كده هظبط بقى الوش بتاعي وانا بسحب اهو زي ما انتوا شايفين من فوق. مفيش اي عمود طالع معايا من العمدان اللي انا حطاها او الدعامات اللي انا حطاها، وهو ده طبعا المطلوب علشان تكون معاكي مظبوطة. زي ما انتوا عارفين بقى هنضف البورد وبرضو على التلاجة. في بنات كتير بتسأل عن التورت الادوار، هل ينفع تبات في التلاجة؟ ايوه تنفع تبات في التلاجة لو انتي مأمنة ومظبطة كل حاجة في التورتة. بيتيها في التلاجة يوم يومين ولا بيحصل فيها اي حاجة اطلاقا. لو الحشو بتاعك حلو ومتماسك والكريمة بتاعتك مظبوطة مش هتريح من الجناب، مش هيحصل فيها اي حاجة. بس اهم حاجة تمشي على الخطوات اللي انا قلتها. الكريمة عندي هنا هلونها باللون التركواز. انا هنا هنزل شوية بشوية. انا هنا ضربة كمية كريمة كتيرة شوية لان كنت محتاجة اللون اللبني الفاتح ده. هجلس بيه تورتاية تانية. هبتدي اخد بس الكمية اللي انا محتاجاها، وبقية الكمية دي هبتدي بقى اغمقها بالدرجة اللي انا عايزاها. مش هستخدم غير لون تركواز بس، مش هحط فيه اي حاجة تانية. بقلب كده الكريمة.
المضرب بقى اللي هو اليدوي ده، عايزه اقول لكم في الكريمه ملوش حل. يعني في الكريمه بيديكي كريمه ناعمه نعوميه غير طبيعيه، يعني يمكن غير العجان. يعني بيديكي كريمه حلوه قوي قوي، هتشوفوها معايا في التجليس. بعد ما بطلع بالدرجه اللي انا عايزاها على طول على الكيس الحلواني، مش بحتاج ان انا حتى اقلبها واخرج منها الهواء. يعني سرعه العجان بتكون هاديه مش عاليه، فبتديكي بقى كريمه عامله زي المرايه كده، يعني كريمه ناعمه ناعمه نعوميه غير عاديه. لما بتكون بقى تورتايه واحده بحب اضرب فيه الكريمه اللي عايزه الونها، حتى لو بيضه وتورتايه واحده بحب اضرب الكريمه فيه، لانها فعلا بتكون هايله. خدت الكريمه اهي وانا مشغله المضرب، وعلى طول هبتدي ان انا احطها في الكيس الحلواني وهجلس بيها التورته بتاعتي على طول. التورته دي برضو اخدت وقت في التلاجة ساعتين بعد التجليس. زي ما انا قلت لكم لازم بنسقعها كويس. التورت ينفع نحطها في الفريزر، ينفع تحطيها في الفريزر في حالة واحدة، تحطيها في الفريزر بعد الحشو. يعني بعد ما تحشي التورته تدخليها في الفريزر مثلا ساعتين 3. ده امتى؟ ده في الصيف مش في الشتاء، علشان تكون متماسكت معاكي وتسهل عليكي التجليس بتاعك، ما تكونش واخده حراره التلاجة وانتي بتجلسيها كده تلاقيها ابتدت ان هي الكريمه تسيح منك في الحر. فانتي في الخطوه دي بتحطي في الفريزر بس التورته بتاعتك ما تكونش فيها فاكهه فريش، يعني زي الفراوله المانجا. الحاجات دي لما بتخش الفريزر بتعمل معاكي زي سوائل كده، السوائل دي هتبوش معاكي او هتنزل كده سوائل على التورته، ممكن تشقق معاكي الكريمه وتبوش معاكي الكيك. يعني الكيك كده ما يبقاش مستحمل بقى، يبقى خد كمية سوائل كتير فيبتدي ان هو يريح معاكي. انا هنا بقى وزعت الكريمة كده، وابتديت بقى بالسكرابر اللي انا قلت لكم عليه بقى، القطع الصغيرة دي اللي بتسهل علينا كل حاجة. سويت الوش بتاعها كويس، وبعد كده بنفس السكرابر بقى اللي هو عملت بيه التورته الاولانية، ابتديت ان انا مرة واتنين وتلاتة، وخلاص كده بقت جاهزة معايا. انا في الخطوه دي ما بدخلهاش بقى التلاجة بعد ما بجلسها، لان طبعا لسه هبتدي ان انا اظبط الوش بتاعها. وانا بنقل التورته بسحبها كده من على البورد لبره، مش بشيلها مره واحده لفوق. هشيلها بقى بالعمود. عايزه اقول لكم بصي، يعني ممكن تفضلي ربع ساعه كده رايحه جايه بيها في الشقه، ما تقلقيش مش هتقع ولا يحصل فيها اي حاجه. ببتدي ان انا بقى اظبط كده المقاسات بتاعتي، وعلى طول اقوم حطاها. انا هنا برضو ما كنت ظابطه المقاسات قوي لان كنت مركزه اكتر في التصوير، فهي كانت عايزه تيجي في النص كده في نص التورتايه. يعني انا ما حطيتها حسيت ان في جزء كده اكبر من جزء، فطبعا انتي بقى بتظبطيها. الفتحه بقى اللي عندي في النص دي هبتدي ان انا احط فيها الكريمه، وبالسكرابر اللي هو الاكريليك الرفيع ده، وهبتدي ان انا اساوي الوش. وبالتيب اللي هو النجمة ده هبتدي ان انا اعمل الروزيتات اللي هتشوفوها معايا دلوقتي داير ما يدور كده من فوق. البورد اللي انا حاطه عليه التورته ده مقاسه 40، لازم طبعا يكون كبير شويه كده ومحكوم علشان يشيل معانا ويتحمل التورته الدورين. العلبه اللي انت هتحطي فيها التورته لازم تكون نفس مقاس القاعده الكبيره، ما ينفعش خالص ان العلبة تكون اصغر من القاعدة، لان لو اصغر من القاعدة هتفضل التورتة دي مش ثابتة في العلبة، وهتفضل رايحة جاية ومش مظبوطة. فالعلبة بتحطيها تكون محكمة على القاعدة بالظبط. لو هتبعتي التورتة دي توصيل لازم تكون معاكي مظبوطة مش مايلة على الكرسي. يعني انت لو هتحطيها مثلا قدام جنب السواق بتكون معاكي في سوا الكرسي، ما تكونش مايلة. يعني انت بقى بتظبطيها كده، بتحطي اي حاجة كده كرتونة او اي حاجة تحتها بحيث ان هي ما تكونش مايلة، تكون بسوا الكرسي بالظبط. كل الاشكال اللي انا حطاها على التورته دي لازم تكون محطوط ليها بودره السي ام سي علشان تثبت على الكريمه وما تزحلقش. بس الاشكال اللي انت بتحطيها على التورته دي لازم التورته برضو تكون اتسقعت معاكي، والاشكال دي تكون نشفت كويس علشان ما تسيحش وتقع من على التورته. التورته دي بتكفي معاكي من 30 ل 35 فرد، بتطلع معاكي من 1500 1600 جنيه حسب الخامات اللي انت اشتغلتي بيها وحسب المكان اللي انت فيه، لان ده طبعا بيفرق. وكده خلصت الفيديو، يا رب يكون استفدتوا منه وعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.